من هذه المواضيع والتعليقات مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى عالم مليء بالفن والخيال والتميز، فقد أبدع العديد من الفنانين والموهوبين بتشكيل أعمال حرفية غير مطروقة فريدة من نوعها في مهرجان التركيب العاشر للفنون المعاصرة. وضمن المهرجان على أكثر من 19 عمل فني معاصر تم تجسيد فيها العديد من القضايا المجتمعية والرؤى المستقبلية بمجسمات ضخمة غريبة من ناحية التركيب والفكرة والتكوين، ولوحات وجداريات مميزة، وأيضا أعمال تشكيلية متماثلة بالواقع المعزز. طبعا خلونا نستمتع احنا وياكم بالإبداع في هذا المهرجان عبر التقرير التالي من بغداد مع جوان. مرحبا بكم مشاهدين قناة الشرقية. اليوم احنا متواجدين لحضور مهرجان تركيب للفنون المعاصرة بدورته العاشرة، ويتضمن 19 عمل فني معاصر. خليكم ويانا تفاصيل أكثر. قدمت مهرجان التركيب العاشر عمل المرشدة. عمل المرشدة هو يعني ما يقارب 3 سنوات هو عايش وياي، وهي قصيدة شعرية لموفق محمد. حاولت أجسد بها رؤيته شلون كان يشوف مقطع واحد من صوره اللي هي كانت تقول وأمهاتهم في آخر صيحات الموت تلانا من عباءة السود تطير نائحة إلى السماء. فاني هذا الشكل حاولت أجسده بعمل معاصر، فجبت ما يقارب 60-70 عباية وسويتها بهذا الشكل. تجسيد لحالة الفاشينيستا اللي موجودة حاليا خاصة مجتمعنا. اشتغلت عمل سريالي جمعت بين حيوان قبل فترة اسمه سميرة، اللي يعني صار ترند بصورة مبالغة وشكل مو حلو يعني كواجهة حضارية للبلد. بنفس الوقت المجتمع الفاشينيستات اللي أظهر يعني أنا شفته اللي يعني إهانة للفن وإهانة للإعلام، لأن كل من هب ودب صار عنده مشاهدين مواقع التواصل الاجتماعي. رأسا أطلق على اسمه لقب فنان أو فنانة أو إعلامي أو إعلامية، وحتى مرات ما يكتبوا صحيح يكتبون علامية. يعني أنا ما أقدر أسمي نفسي طبيب، أنا ما دارس طب، أو ما أقدر أسمي نفسي قاضي، أنا ما دارس يعني حقوق أو بكل المجالات. فهي بشكل يعني أولاً أحتاج أنا على هذا الموضوع إنه يعني ليش يدخلون المجال مو مجالهم. العمل هو اللي شاركت به اليوم اسمه الحضور الوهمي، هو عبارة عن عمل تشكيلي بالواقع المعزز. تشوفون قدامكم هي اللوحات ثنائية الأبعاد، بوسترات. هذه اللوحات هي الفكرة من عندها أنه تشوف أشكال ثنائية الأبعاد، هي جمادات، بس هذه الجمادات هي بالواقع هي أشياء أو مخلوقات حية، بس ما تقدر أنت تشوفها بعينك العادية، لازم تشوفها من منظور مختلف. فتقدر تشوفها من خلال أي جهاز إلكتروني بالكاميرا مالته، أكو تطبيق خاص بها، راح تفتح العرض وراح يطلع قدامك مجسم تقدر تتفرج عليه. الأعمال اللي عرضتهن هم لوحات بالضبط.
بالخط اليدوي. هي الفكرة اجتي يعني ك ميموري من كنت صغيرة. كنت أداوم مدرسة عربية، وكانت المدرسة دائما تقول لي لازم تحسنين كتابتك، فبسبب هذا الشيء يعني كنت أخجل إنه أبين كتابتي لأي أحد. فمن كبرت ودخلت بعالم الفن وذكرت حكاية المعلمة، قلت بيني وبين نفسي، قلت يعني بدل ما أخجل بسبب كتابتي خليني أتعلم شلون أحبها، يعني خليني أحبها. فقلت هاي أحسن فرصة إنه أكرر الكلمة اللي أريد أكتبها، على مود أشوف شنو يعني راح أحصل من هاي التجربة. واللي حصلته من التجربة إنه كبداية المشروع كان اهتمامي إنه الكتابة تطلع حلوة. بعدين كل ما كتبت الكلمة يعني عدت الكلمة إيدي قامت وحدها تكتب، يعني ما كنت أفكر، تعودت إيدي على الكتابة. من تعودت قدرت يعني أشوف التجربة كعلاج نفسي. معرض جديد معاصر، أعمال غير مطروقة، ليست كلوحة مرسومة بالزيت أو بالأكريليك مثلا. عمل نعم كتركيب عمل غريب مؤثر من ناحية الحجم، من ناحية التكوين، ومن ناحية الفكرة. العمل اليوم اللي أنا مشتغله هو أول عمل من سلسلة جديدة دا أشتغل عليها، هي عن الأسلحة المحرمة دوليا. هذا العمل العنوان مالته اسمه كاتشي. كاتشي هو جاذب للنظر أو يلفت النظر. هو عن السلاح العنقودي المحرم دوليا باتفاقية بال 2008. هذا السلاح العنقودي الصاروخ الواحد يحمل 202 قنبلة صغيرة، فبدل القنابل اللي موجودة بداخل الصاروخ أنا خليت نفاخات بيض، وهذا تعني أنه هي ترمز للسلام أو ترمز للطفل، لأن كل قنبلة تنفجر هي طفل يموت، لأن نسبة 94% من ضحايا هذا السلاح هم مدنيين، 40% منهم أطفال. حتى في سنة 2020 اللي ما كان بها حرب، ما كان بها كوفيد وماكو منع تجول، تقريبا ما يقارب 460 شخص انقتلوا مدني، انقتلوا بخلفات هذا السلاح.